تعالوا اقول لكم عن فندق بيراميزا سهل حشيش. فندق بيراميزا سهل حشيش ده من فنادق الغردقه، فندق حلو جدا. بس عايز اقول لكم حاجات عشان وانت ورايح تبقى مؤهل نفسك. هتتبسط ولا مش هتتبسط؟ ليه؟ لان وانت ورايح وعارف ايه العيوب اللي هتقابلك وايه المميزات اللي هتقابلك، بتكون مؤهل نفسك ان العيوب ديت هتتغاضى عنها والمميزات ديت هتبسط بيها اكتر واكتر واكتر. فبرجع مبسوط من الرحله بتاعتي او من المصيف بتاعي. فتعالوا اقول لكم المميزات والعيوب اللي في فندق بيراميزا سهل حشيش، ويلا بينا. اول حاجه معانا الموقع بتاع الفندق. الموقع بتاع الفندق هو مش قريب قوي من الاحياء السكنيه في الغردقه، تقريبا 46 كيلو عن الغردقه. 46 كيلو ده ما يعني مش قريب او مش بعيد قوي، تقريبا 35 دقيقه بالعربيه علشان توصل للاحياء السكنيه في الغردقه. تعالوا مع بعض ناخد حاجه حاجه ونتكلم فيها زي ما عودتكم. اول حاجه هنتكلم فيها والموظفين بتاع الفندق. الموظفين بتوع الفندق دول يعني انا ما شفتش حد وما سالتش حد الا لما شكر لي فيهم. كانوا بيشكروا فيهم وفي طريقتهم وفي اسلوبهم، في اسلوب حلهم للمشكله، بيحلوا المشكله بطريقه حلوه ولذيذه. تقريبا هم عارفينهم بالاسم، ودي حاجه فيها مميزات وفيها عيوب شويه، بس نمشي مع المميزات بتاعتها. ان هم عارفينهم بالاسم معنى كده ان هم بيحلوا لهم مشاكلهم على طول، لدرجه ان هم بقى في زي صداقه ما بينهم. فدي حاجه حلوه بالنسبه للموظفين اللي موجودين في الفندق بتوع الريسبشن بالاخص. تاني حاجه تعالوا نشوف حمامات السباحه. حمامات السباحه حلوه جدا، مش كبيره قوي مش واسعه قوي، بس معقوله. والاكوا بارك فيها كويسه برضو. اي ولاد هتروح الاكوا بارك، اي اطفال هتروح الاكوا بارك هتتبسط بيها، لان الالعاب مش متنوعه ومش كتيره ومش مخيفه ومش زحمه. فالاكوا بارك بتاعتها بسيطه وحلوه وجميله، هتتبسطوا فيها. بس مش متنوعه او مش عددهم كبير قوي، لا هم عددهم قليلين شويه بس حلوين قوي. تعالوا بقى نتكلم عن حاجتين مهمين، الغرف والاكل. بصوا الغرف تقريبا اكتر حاجه كان فيها مشاكل في الفندق ده. كل اللي يدخل يقول الفندق العفش اللي فيه مش جديد، قديم شويه. السراير مش متظبطه، الاساس نفسه، الابواب، الدواليب فيها يعني قديمه شويه. بس انا عايز اقول لكم ان هم جددوا فيه شويه، وبعد ما جددوا بقى فيه اوض حلوه جدا وجديده، وفي اوض لسه زي ما هي. فانت لما تروح من حقك على فكره انك تطلب اوضه مختلفه غير اللي انت هتروح فيها. يعني انت اول ما بتروح الموظف الاستقبال الريسبشن هيديك مفتاح للغرفه، هتروح تتفرج عليها، عجبتك قول له تمام، عجبتني، ما عجبتكش قول له بعد اذنك وريني اوضه تانية تكون بالمواصفات الفلانيه. اغششكم اغششكم قول له انا عايز اوضه تكون كويسه، الفيو بتاعها على البحر. لو الاوضه ديت تكون من الاوض اللي اتجددت يكون افضل. هو كده هيعرف ان انت عارف ان في اوض اتجددت واوض ايه ما اتجددتش، فهيريح دماغه بدل ما يتعب معاك ويعافر معاك، هيديك اوضه من اللي اتجددت. الا بقى لو كان في وقت زحمه جدا فمش هيعرف ومش هيعرف يساعدك. بس اتكلم معاهم، هم هناك حلوين وبيعرفوا يحلوا المشاكل بسرعه ويجذبوا الناس بسرعه. يعني ما بيحبوش يزعلوا حد منهم، ودي حاجه حلوه وميزه حلوه فيهم. فدي بالنسبه للغرف. الغرف زي ما قلت لكم فيها جزء جديد ولسه متجدد وجزء قديم. بس انت لو هتروح كده كده يعني من حقك تتبسط بالاوضه بتاعتك، بس لو قدرت تستغنى عنها عشان تتبسط بالمميزات التانية ماشي مفيش مشكله. تعالوا نتكلم على الشاطئ بتاع فندق بيراميزا سهل حشيش. الشاطئ ناس كتيره بتشكر فيه، وانا بصراحه شفته الشاطئ حلو جدا. الشاطئ رملي، بس خدوا بالكم في الغردقه كلمه رملي ديت مش زي مرسى مطروح. مرسى مطروح دي حاجه تانية، رملي يعني انت ماشي على رمل ناعم قوي، لكن رملي في الغردقه يعني رمل فيه شويه حصى كده صغير، مش رملي رملي. يعني مفيش رمله في الغردقه ناعمه خالص زي مرسى مطروح. فرملي هو رملي. في بعض الاماكن فيها اعشاب في قلب البحر، ودي برضو حاجه حلوه جدا، ان انت وماشي في البحر هتبدا تتفرج على الاعشاب ديت وعلى السمك الصغير اللي حوالين الاعشاب دي، هتستمتع فيه جدا. وفي حتت تانية بتبقى رملي بشويه صخور صغيره كده برضو حلوه جدا. فلا الشاطئ بالنسبه لي 10 على 10. الشاطئ بالنسبه لي حلو جدا، ممتع جدا وجميل جدا. ودي من اكتر الحاجات اللي الناس كانت بتشكر فيها في الفندق بيراميزا سهل حشيش. فالشاطئ بالنسبه لي حلو جدا، الريسبشن حلو جدا، الفيو بتاع الفندق حلو جدا. تعالوا ندخل على الاكل. بصوا الاكل في ناس كتير اتكلمت عليه
وبصراحه ناس كتيره مش عاجبها موضوع الاكل هناك، واتمنى يكونوا ظبطوه دلوقتي. بس هو الاكل كان فيه مشكله بسيطه جدا، اللي هي ايه؟ الاكل شويه متكرر. يعني ايه متكرر؟ يعني هو في اول يوم، هو تاني يوم، هو تالت يوم، اللي بيتغيروا بس صنفين ثلاثه. الاكل ما كانش كاسب ارضاء الناس كلها، ودي برضو من سلبيات شويه الفندق. بس هنقدر نتغاضى عنها، لان الاكل مش كل حاجه احنا عايزين ناكل. ممكن نروح اي مطعم هنا في القاهره او في اي مكان وهناكل احسن اكل، بس احنا رايحين هناك علشان نتبسط بالبحر وبالمصيف وبالبسين وكل الكلام ده. فالاكل مش متنوع قوي، بس معقول يعني، يمشي شغال. الفطار نفس الكلام، مش متنوع بس يمشي. فهو الاكل نحاول نتغاضى عنه. فده بالنسبه للاكل. بالنسبه للغرف قلت لكم خلاص، بالنسبه للشاطئ قلت لكم، بالنسبه للبسين والاكوا بارك تمام. انا اقتراحي ان انت تروح الفندق ده، وبالذات لو معاك اطفال. فندق هادي وجميل، فندق هتتبسط فيه، هتغير جو شويه. بس في حاجه صعبه عليك شويه، ان انت لو حبيت تتفسح في الغردقه كلها هتصرف مصاريف انتقالات كتير. هتركب عربيات كتير عشان تروح من الفندق ده للمناطق البعيده عنها. يعني انتوا هتصرفوا مصاريف كتير علشان تتحركوا من الفندق ده وتروحوا تتفسحوا في وسط الغردقه. دي عادي يعني، برضو مش صعبه قوي. فانت لو عايز تروح ولا ما تروحش، انت وحدك اللي هتحدد. مفيش حد يقدر يحدد انت ايه المواصفات اللي معاك اطفال ولا مش معاك، امكانياتك الماديه عامله ايه، بتحب تقعد في الفندق وتتبسط بالجو الفندق، ولا بتحب تخرج كل يوم بالليل بره الفندق. فطبعا انت لوحدك اللي بتحدد الفندق ده هتتبسط بيه ولا مش هتتبسط. فانت بعد ما تسمع الكلام بتاعي ده، انت قول انا هقدر اتعايش في الظروف دي او مش هقدر اتعايش فيها، هقدر اتبسط او مش هقدر اتبسط. ولو رحت قول لي كلامي فادك ولا ما فادكش. يلا باي باي.